تعالوا نعمل حاجة للعشاء كده خفيفة. هنغسل البطاطس، بطاطسية صغيرة هنغسلها، وبعد ما نغسلها هنحطها في مية تتغلى وتستوي. خلاص ماشي. هنقشر تومة وهنحطها في الزيت كده وهنحمرها يبقى لونها جميل كده. تمام. هنقفل عليه. خلاص بالمنظر ده. بعد كده خلاص هنا قشرنا البطاطس خلاص، وفرمنا كمان التومة اهيت. هنبدأ البطاطس بقى نحط حبة بحبة كده، واضغطي عليهم لغاية ما تحسي ان هي بقت ناعمة. اضغطي جامد جامد ان شاء الله هتتفرم معاكي. لو مش قادرة بالكبة وانجزي، خليها تتفرم في الكبة، هتبقى ناعمة وهتبقى جميلة جدا. تمام. لو مش قادرة ان انت تفرميها بالمنظر ده، او بالهون بتاع زمان يا جماعة برضو ممكن تتفرم بيها تبقى جميلة قوي. هتجيبي كزبرة خضراء اللي انت عاوزة بقى، اي حاجة خضراء عندك، شبت بقدونس، اي حاجة، مع معلقتين 3 كده من اللبن. انا طبعا حطيت لبن سخن عشان يفك معايا وتتعمل بسرعة وتبقى لينة معايا، وحطيت معلقتين طحينة، وحطيت كمان بهارات ملح وفلفل وكمون، وقلبتهم، قلبت كل ده، وبعدين قسمتهم على طبقين. وزوقيها زي ما انت عاوزه، شكليها زي ما انت عاوزه. ده باربيكيو، بالذات لو كان مدخن هيبقى جميل قوي. وبحطها بالمنظر ده. حطيت طحينه برضو، وحطيت برضو عودين خضره كده عشان يبقى منظرها حلو. والتشكيل من عندك انت، وزوقي باللي انت تحبيه. وشكرا ليكم.